خط الاتجاه او الترند لاين مش مجرد خط مرسوم على الشارت، ده من ابسط واهم ادوات التحليل الفني، لانه ببساطه بيقول لك السوق ماشي فين. في الاتجاه الصاعد بنرسم خط الاتجاه تحت الشموع بحيث يوصل القيعان ببعضها، والخط ده بيشتغل كانه دعم متحرك، يعني كل ما السعر ينزل ويلمس الخط يرتد ويطلع تاني. اما في الاتجاه الهابط بنرسم خط الاتجاه فوق الشموع بحيث يوصل القمم ببعضها، وهنا بيشتغل كمقاومه متحركه، يعني كل ما السعر يطلع ويخبط فيه ينزل تاني. بس قبل ما اقول لك ليه ناس كتير بتخسر هنا، اعمل فولو علشان تشوف محتوى اكتر عن التداول من غير اي تعقيد. وهنا بقى النقطه المهمه، اكبر غلطه ناس كتير بتقع فيها انهم بيعندوا الترند، السعر يبقى واضح قدامهم انه طالع فيستعجلوا ويبيعوا، او يبقى واضح انه هابط فيقرروا يشتروا ويقولوا اكيد ده القاع. وده مش تحليل، ده عناد. التحليل الفني مش شغلانه تنبؤ، التحليل الفني هو علم اداره الخساره. يعني انت مش مطلوب منك تعرف المستقبل، انت مطلوب منك تعرف تمشي مع السوق لحد ما السوق يديك اشاره واضحه انه اتغير. وعشان خط الاتجاه يبقى حقيقي لازم يلمس نقطتين على الاقل، والافضل 3 نقط، لان ساعتها نقدر نقول ان السعر فعلا مش في مسار واضح. واول ما خط الاتجاه يتكسر ده بيكون اول جرس انذار ان الترند اللي شغال بقاله فتره ممكن يكون بيضعف او على وشك انه يتغير. وده مش معناه انك تجري تاخد قرار عشوائي، لكن معناه انك تبطل عناد وتبدا تراجع موقفك. خلينا اديك مثال واقعي، زي درابزين السلم وانت طالع بتمشي ايدك عليه علشان يسندك، طول ما الدرابزين مكمل معاك انت ماشي صح. اول لما يخلص او يتكسر لازم تقف وتراجع طريق. خد الخلاصه من اخوك درويش، خط الاتجاه هو خط مائل بيربط القيعان في الصعود او القمم في الهبوط، وبيساعدك تتابع مسار السعر وتكتشف بدري اذا كان الاتجاه لسه مستمر ولا بدا يضعف. واكبر خسائر السوق مش دايما بسبب ضعف التحليل، احيانا بسبب انك بتعاند ترند واضح. بس عندي سؤال لك انت شايف اغلب خسائر الناس في السوق بتيجي من قله الخبره ولا من العند؟ اكتبها في الكومنت.